فواحد النهار في الربيع ديال عام 1926 واحد السيد سميتو باتريك ماكدونالدز كان خدام في معمل ديال الصبابط في واحد الفيلاج في ميريكان. قبل ما يسالي النهار ديالو ديال الخدمه الاداره ديال المعمل عيطات ليه. مشى عندهم عادي ومن بعد 15 دقيقه خرج من عندهم فمو ناشف مصدوم صفر وعرقان. سولو صاحبو اشنو واقع، رد عليه باتريك جراو عليا من الخدمه او تخدم معاهم اكثر من 42 عام هادي، واش على الاقل عطاوك التقاعد ديالك؟ رد عليه باتريك لا، العقد الخدمه ديالي ما كانش فيه التقاعد. صاحبو سولو وعلاش جراو عليك؟ رد عليه باتريك والدموع في عينيه جراو عليا حيتاش شرفت على الخدمه. خرج باتريك من المعمل وصاحبو بقى من موراه مصدوم حيتاش عارف باللي عنده عائله كبيره يصرف عليها. باتريك ماكدونالدز كانوا عنده 5 ديال الابناء، 3 ديال البنات و2 ديال الدراري. هاد 2 ديال الدراري تاثروا بزاف بشنو وقع لباهم وفهموا في ديك الوقيته باللي خطير بزاف انك تعتمد على وظيفه في حياتك، وتم وعدوا ريوسهم انهم يوليو مليونيرز قبل ما يفوتوا 50 عام في العمر. واحد الوعد اللي ربما غيندموا عليه من بعد، لحقاش هاد الاخوه اللي سميتهم موريس وريتشارد هما المؤسسين ديال مطاعم ماكدونالدز، اكبر واغنى سلسله مطاعم في التاريخ، كتدخل حاليا اكثر من 3 مليون دولار في الساعه وكتملك 40 مليار دولار ديال العقار في ارخص واغلى البلايص في العالم. واخا كلشي عارف باللي ماكدونالدز شركه ناجحه بزاف، قليل اللي عارف باللي من مور هذا النجاح الساحق كاينه واحد القصه مؤسفه، حيت الشركه ديال الاخوه موريس وريتشارد اللي فناو عليها عمرهم تسرقات ليهم من قبل هذا السيد راي كروك. شد بلاصتك حيت هذا الفيديو ماشي غير غتعلم منه بزاف د الحوايج، بل غتعيش معاه كيفاش ماكدونالدز تحولت من مطعم بسيط لاخطبوط مسيطر على عالم المطاعم، وكيفاش فاش بدا كيخرج على السيطره ديال الاخوه ماكدونالدز تخاد منهم بسهوله. في هذا الفيديو غتعرف مزيان باللي في البيزنس ما عمرك ما تثق، ديما خاصك توثق اي حاجه. معك ساره ومرحبا بك في قناه المقاوله. في الاوائل ديال القرن اللي داز ميريكان كانت مختلفه بزاف على دابا من ناحيه الخدمه، حيتاش الاغلبيه ديال الناس كانوا يا اما فلاحه يا اما خدامين في المعامل. الخدمه في الفلاحه كانت صعيبه، ولكن الخدمه في المعامل كانت اصعب، حيتاش اولا كانوا كيخدموا 6 ايام في السيمانه ولساعات طوال بزاف، وثانيا حيتاش مازال ما كانوش حقوق انسانيه للعمال. في ديك الوقيته كان ممكن تخدم حياتك كامله بصالير ناقص وتضرب تماره وتخرج على صحتك، وفي التالي تخرج بلا ريال بلانس. وهذا الشيء اللي وقع لباتريك ماكدونالدز من بعد ما خدم 6 ايام في السيمانه لمده 42 عام في معمل. شراو عليه هكاك، لا فلوس لا صحه لا مورال. ولادو موريس وريتشارد فاش شافوا الحاله دباهم قرروا انهم ما يديروش بحالو ويخدموا في المعامل، بغاو يديروا شي حاجه ديالهم. بصح عندهم واحد العائق، البلاصه اللي عايشين فيها ما فيها ما يدار. هذا علاش قرروا انهم يرحلوا لواحد البلاصه بعيده ب5000 كيلومتر على المدينه اللي عايشين فيها، واللي هي لوس انجلوس، وبالضبط الحي الشهير هوليوود. اختاروا هاد البلاصه بالضبط حيت موريس وريتشارد بغاو يخدموا في صناعه الافلام، دومين ديال الشهره ديال الفلوس ديال القصور. وداكشي اللي داروا، بداو الخدمه مع كبار منتجي افلام هوليوود كحماله. مساكن الماكسيموم ديال الخدمه اللي لقاو في هاد الدومين هو حماله ديال الماتيريال ديال التصوير، ماشي خدمه اللي غتولي بها مليونير، ولكن الاخوه ماكدونالدز عارفين هاد الشيء، وصالير مقبول ما خلاهمش ينساو الحلم ديالهم وشنو وقع لباهم. داكشي علاش الغرض ماشي هو يبقاو خدامين عند المنتجين، الغرض هو يجمعوا الفلوس ويفتحوا سينما. في نفس العام اللي بداو فيه الخدمه العائله ديالهم لحقت عليهم من لوس انجلوس. باهم فتح واحد المطعم صغير وسماه ذا ايردروم، هو هذا اللي في التصويره. اما الاخوه ماكدونالدز باغينها كبيره،
باغيين يفتحوا سينما، وداكشي اللي وقع من بعد 5 سنين وهما خدامين كحماله ديال الماتيريال والتسخار وتماره. قدروا انهم يجمعوا الفلوس الكافيين باش يفتحوا سينما فيها 750 كرسي، واخيرا غيبداو يدخلوا فلوس صحاح ياك؟ لا. في الوقيته اللي الاخوه ماكدونالدز فتحوا فيها سينما، ميريكان كانت يلاه ضربتها الازمه المعروفه بالكساد الكبير. الفقر ولا منتشر بشكل كبير والناس كيقلبوا غير على ما ياكلوا، والسينما كونها من الكماليات الطلب كان عليها ضعيف. حيتاش لا فكرتي بمنطقيه، فاش كيكون فيك الجوع كتبغي الماكله ماشي فيلم مع التمنيه. داكشي علاش لمده 7 سنين والبيزنس ديالهم كيعاني وهما كيعانيو معاه. شي بعد شهور كاع كيخرجوا خاسرين، كيقدروا يعوضوا شويه غير بالماكله اللي كتباع ليهم مزيان في السينما. تسنى، الماكله كتباع في السينما اكثر من المقاعد. الاخوه ماكدونالدز فهموا واحد الحاجه مهمه، شحال ما كانت الازمه وشحال ما كانوا الناس فقراء ديما غيحتاجوا الماكله، وتما غياخدوا واحد القرار اللي ماشي اي واحد يقد عليه. غيقرروا يبيعوا السينما. في العقود الاولى ديال القرن اللي داز، فورد قدرات انها تهبط الثمن ديال الطوموبيلات، وهذا الشيء هذا بدل السلوك ديال الناس خصوصا من ناحيه الماكله. وهنا غنحطك في الصوره وغتفهم. تخيل معايا انت سميتك دونالد، عايش في عام 1937، جمعتي وشريتي هاد الحديده هادي، بغيتي تدي عائلتك لواحد البارك زوين بعيد 30 كيلومتر على الدار. مشيتو نعم سيدي، جلستو، النسيم العالي، الطبيعه الزوينه. دازت ساعه وفي دقه واحده كلكم جاكم واحد الاحساس ما غريبش عليكم، الجوع. شنو غادي دير؟ واش غترجع حتى للدار وتسنى المدام طيب ليك؟ موحاش، في الغالب غتمشي تاكل برا. بالانتشار ديال الطوموبيلات لي لايف ستايل ديال الناس تبدل، والطلب على المطاعم طلع بشكل صاروخي. ومن بين المطاعم اللي بداو كيتحركوا مزيان هو المطعم ديال باتريك، الاب ديال الاخوه ماكدونالدز. بصح كاين واحد المشكل، باتريك وصل السبعينات من عمره، السيد عيا وما بقاش قادر يخدم. داكشي علاش الاخوه ماكدونالدز هما اللي ولاو مكلفين بهذا المطعم الصغير. ومن بعد 3 سنين في عام 1940 نقلوا هذا المطعم لمدينه سان برناردينو وسماوه ماكدونالدز باربيكيو. ما خدموهش كاريستو عادي كتدخل تجلس تكوموندي، لا، ركبوا على الموجه واستهدفوا مالين الطوموبيلات. كتباركي حداهم، كيخرج السيرفور ياخذ الطلب ديالك، وفاش كيوجد كيجيبوه ليك تاكل في طوموبيلتك. وهذا الشيء خدم ليهم مزيان لدرجه في ظرف 5 سنين العائله ماكدونالدز ولات عايشه في فيلا. داكشي علاش كلشي تصدم في عام 1948 فاش الاخوه ماكدونالدز سدوا المطعم ديالهم. في عام 1948 الاخوه ماكدونالدز سدوا المطعم الناجح ديالهم. المنافسين فرحوا، ولكن ماشي لمده طويله، حيتاش الاخوه ما سدوش حيتاش بغاو يبدلوا الحرفه، لا، سدوا حيتاش بغاو يعاودوا يختاروا شنو هو المطعم، وصمموا واحد السيستم سميتو سبيدي سيرفيس سيستم. هذا النظام كيخلي الكليان فاش يمشي يكوموندي منهم الوجبه ديالو كتوجد في رقم قياسي. شحال؟ 10 دقائق؟ 5 دقائق؟ لا، 60 ثانية. الإخوة ماكدونالدز اخترعوا الفاست فود، الوجبات السريعة، وهذا الشيء هذا نجح لواحد الدرجة عجيبة. الكونتيتي ديال الكليان قدام المحل ديالهم كانت بحال شي مظاهرة. وهنا الإخوة ماكدونالدز غيبغيو يديروا واحد الحاجة اللي بسيطة، ولكن غتكون البداية ديال النهاية ديال البيزنس ديالهم. الاخوه ماكدونالدز غيبغيو يدخلوا الميلك شيكس في المنيو ديالهم، وغيطلبوا 8 ديال الميلك شيك ماشينز من عند واحد السيد سميتو راي كروك، الراجل اللي غياخد ليهم ماكدونالدز. راي كروك واحد السيد اللي الحلم ديالو يولي غني، وباش يحقق الحلم ديالو جرب كل شيء، وبكل شيء كنقصد كل شيء. سائق لومبيلونس في الحرب،
بائع الكيسان جوطاب، سمسار، عازف البيانو في فرقه موسيقيه، دي جي في الراديو. ومن مور هادشي كامل وصل لعمر 52 عام وبقى فقير. والخدمه ديالو دابا بائع ديال الميلك شيك ماشينز. شكون اللي كيولي غني بالبيع ديال الميلك شيك ماشينز؟ تا واحد. واخا هكاك باغي بشي طريقه يدير الفلوس كبائع ديال هاد لي ماشين. فواحد النهار وصلاتو اوردر ديال 8 ديال لي ماشين. او نادرا فاش شي ريستو كبير كتوردري جوج لي ماشين. كيفاش 8؟ واش هذا ريستو ولا مطار؟ السيد قتلو الفضول، بغى يعرف هذا المطعم اللي محتاج 8 لي ماشين كي داير. مشى سايق عندهم من شيكاغو حتى لسان برناردينو، 4000 كيلومتر، يعني اكثر من 40 ساعه ديال السوقان. مع وصل في الصباح مشى نيشان للريستو ديال الاخوه ماكدونالدز، وهو يتفاجئ لقاه صغير وفيه غير شويه ديال الكليان. قال فراسو صافي 3 ايام وانا في الطريق على هذا الشيء. داز غير من ساعه والكليان بداو كيتكبوا بحال الشتا. راي تصدم من عدد الكليان وفي نفس الوقت قتلوا الفضول. كي كيديروا يسيرفيو هاد القوم كامل. مشى بغى اوردري باش يجرب، وقف في الكونطوار وقال سيرفور بغيت برجر مع مناضه. دازت بالضبط 60 ثانيه الاوردر تحط قدامه. او كي درتي ليها؟ قال السيرفور هذا ماشي الاوردر ديالي، انا عاد طلبت. رد عليه السيرفور هذا هو الاوردر ديالك سيدي. راي بقى كيشوف وهو يقول ما عندكم لا طبالي لا كراسه، فين غناكل هذا الشيء؟ رد عليه السيرفور في طوموبيلتك، في الجرده، او لا فين ما بغيتي. مشى وهو مصدوم، جلس في واحد الكرسي وبدا كياكل البرجر. ألذ من داكشي اللي توقع. واش هذا ريستو ولا خدعه سحريه؟ رجع للريستو ودخل لداخل باش يهضر مع الاخوه ماكدونالدز على الميلك شيك ماشينز، وفي نفس الوقت يغني الفضول ديالو. فاش دخل عندهم وبدا كيسولهم على البيزنس ديالهم كي كاي اوبيريوه، تصدم فاش بداو كيسسبوا ليه كلشي. الاخوه ماكدونالدز ذكيين في البيزنس ديال المطاعم، ولكن نيه بزاف. عطاوه الداتا وعطاوه السيستم باش خدامين وعطاوه كلشي. وهو يسولهم واش ما كتفكروش في الفرانشايزين. المهم بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هو الفرانشايزين هو واحد البيزنس موديل فيه مول شي شركه كيعطيك السميه ديالو والسيستم باش خدام، وفي المقابل كياخذ نسبه من المدخول ديالك. بحال مثلا عندك معمل د مطيشه وبغيتي تبيع مطيشه معلبه، ولكن انت ما باغيش تبدا براند من الزيرو. تقدر مثلا تمشي للمطيشه ديال الحكيشه، الا قبلات غتعطيك السميه ديالها ولي ستوندار ديالها، وفي المقابل كل حك تبيعو تعطيها درهم. يعني عيشه غتعطيك الصوره والسيستم ديالها وانت غتعطيها الفلوس. واضح؟ نرجعوا للفيديو. اخوه ماكدونالدز هما كيهضروا مع راي، ما عارفينش باللي في المستقبل القريب غادي ياخذ ليهم كل شيء. داكشي علاش بداو كيجاوبوه على اي سؤال كيطرحوا. وفاش سولهم على واش كيفكروا في الفرانشايزين قالوا ليه ولكن ما لقيناش شي اجونس اللي توسط لينا. رد عليهم راي انا عارف بزاف ديال لي زاجونس متخصصين في الفرانشايزين، عطوني نمرتكم وانا نشوف ليكم. راي رجع للدار ديالو مسخسخ بالطريق، ولكن ما قدرش ينعس. حس براسو لقى منجم ديال الذهب، خاصو غير يحفر. من بعد 3 ايام راي عيط على الاخوه ماكدونالدز، قال لهم راه ما لقيتش لكم اجونس، اش بان لكم انا نكون لاجونس ديالكم؟ راي كروك ولا خدام كاجون ديال الفرانشايزين عند الاخوه، وحيت شايف اوبورتونيتي كبيره فريمون تحمس وبغى يخلي ماكدونالدز منتشره في ميريكان كتر ما بيم منتشره في المغرب. حيتاش في الكونترا اللي سنا مع الاخوه ماكدونالدز غيقدر ياخد 1.4% من المدخول ديال اي فرانشايز تحل. يعني المهمه ديالو يلقى ستورز يعطيهم السميه ديال ماكدونالدز والسيستم ديال الخدمه اللي الاخوه اخترعوه، وفي المقابل ستور خاص يخلص $900 في الاول ويبقى يعطي 1.8% من المدخول، وراي غياخد 1.4%. الصفقه عجبات الراي ومشى بدا كيقلب على البلايص اللي يفتح فيهم فرانشايز، والفرانشايز الاولى فتحها بفلوسه. المهم تقنيا ماشي بفلوسه، فلوس البنكه، يعني فتح ماكدو بالكريدي وبدا كيقابلو من الصباح حتى الليل، ولقى باللي الريستو ديالو كتدخل فلوس صحيحه
ولكن حيتاش كان غارق في الكريدي ما كان كيشد ليه والو. غير هو راي ما مهتمش. الغرض ديالو ماشي شويه ديال الفلوس من ريستو، الغرض ديالو هو يبني امبراطوريه ديال ماكدونالدز. وشحال ما كبرات هاد الامبراطوريه شحال ما كبر هو. بصح الاخوه ماكدونالدز بحال الا عياو من هاد الشيء. 35 عام وهما كيتقاتلوا في كاليفورنيا. الجهد والطموح ديالهم برد، وهذا الشيء كريا مشاكل كبار بين راي كروك والاخوه ماكدونالدز، حيتاش هو باغي يتوسع وهما باغيين يمشيو غير بشويه عليهم. وهذا الشيء مع المده خلى راي يكرههم ديال بصح وباغيهم غير يختفاو. داكشي علاش مشى لعندهم وقال لهم شحال ديال الفلوس نعطيكم وتخلوا على ماكدونالدز. قالوا ليه 2.7 مليون دولار باش كل واحد فينا ياخذ مليون دولار و700 ألف دولار تمشي في الضرائب، وبغينا 0.5% من المدخول السنوي ديال الفرانشايز. قال لهم واخا، بصح ديك 0.5% ما خاصش نحطوها في الكونطرا، حيتاش المستثمرين ما يبغيوش انفيستيو فاش يشوفوا ديك 0.5%. هذا علاش غنعطيكم 2.7 مليون دولار وداك 0.5% غنعطيكم الكلمه ديالي ونسلموا باليدين عليها. راي كروك بطبيعه الحال ما عندوش 2.7 مليون دولار، بصح عنده المعارف. مشى جمعها من بزاف ديال المستثمرين وعطاها للاخوه وخدا الشركه. مع خرج من داك البيرو اول حاجه قالها لواحد الموظف هي انا ماشي انتقامي ولكن غننتقم من داك ابناء الكلاب. واول حاجه دار هي مشى فتح فرانشايز حدا المطعم ديالهم الاصلي ودا ليهم كاع الكليان ديالهم، لدرجه انهم سدوا المطعم ديال ماكدونالدز باربيكيو اللي فيه بدا كل شيء. فاش وصلت الوقيته باش يخلص 0.5% قال لهم ما سنيت معكم والو. 0.5% كتبان لك عادي، ولكن بالحجم ديال ماكدو كتسوى 130 مليون دولار في العام. الاخوه ماكدونالدز وصلوا للحلم ديالهم ولاو مليونيرز، ولكن راي كروك ولا ملياردير. وهذا الشيء هذا ماشي اول مره كيوقع. ديما سكيلرز يعني الناس اللي كيكبروا المشاريع كينجحوا اكثر من الناس اللي كيختاروا المشاريع. داكشي علاش كون ما كانش راي ما عمر ماكدونالدز ما كانت غتنجح النجاح اللي وصلت ليه. ولكن كون ما كانوش الاخوه موريس وريتشارد ماكدونالدز ما عمرها ما كانت غتكون اصلا. ربما كل الاخوه ماكدونالدز ما حدوش الطموح ديالهم في مليون دولار، كانوا هما نيت غيكبروا سلسله المطاعم. ولكن الصراحه صعيب تعرف شنو كان غادي يوقع كون كان الحلم اكبر. نسيت اكثر من 80% ديال الناس اللي كيتفرجوا ما دايرينش ابوني. على داكشي الا بغيتي تستافد وتستمتع بالكونتوني اللي فريمون كنحط فيه مجهود كبير دير ابوني وانا متاكده ما غتندمش.